السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. طبعا أنا اخترت في السلسلة دي سلسلة كتاب المعاصر إن احنا إن شاء الله هنشتغل عليها في اللغة الإنجليزية الإنجليش، طبعا في الصف الرابع الابتدائي برايمري 4 اللي هو المنهج كونكت. طبعا المنهج ده فيه كلمات وستراكشر وجرامر وحاجات كتير، فأنا إن شاء الله هشرح من كتاب المعاصر، أحاول أستوفي أهم النقط ونشرح فيها الكلمات بشكل كويس علشان خاطر نفهم أولادنا، ويكون المادة دي أو اللغة الإنجليش بيبقى سهلة وبسيطة إن شاء الله على أولادنا. ويا ريت لو في أي تعليق لحضراتكم تسيبوه لي، وإن شاء الله نقدر نتناقش فيه ونشوف أنسب حل ليه وإزاي نطور ونساعد أولادنا بشكل صحيح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unit 7 This is where I live. هذا هو المكان الذي أعيش فيه. Lesson 1 The Nile. هيتكلم على The Nile نهر النيل. في الأول طبعا بيدينا الكلمات المهمة: City مدينة كبيرة، City Building مبنى اليوم ما بنطقهاش، Village قرية، Forest غابة، Desert صحراء، Oasis واحة، river نهر، mountain جبل الأو واليو بقول عليها أو. وبعدين بيجيب لي extra vocabulary يعني كلمات إضافية: the Nile يعني نهر النيل، the Amazon يعني نهر الأمازون، the longest الأطول، the shortest الأقصر، the widest الأكثر اتساعا يعني أوسع حاجة، human يعني إنسان، reptiles الزواحف، planet كوكب، كايرو تاور برج القاهرة، كويز يعني امتحان صغير أو اختبار قصير، كابيتال عاصمة، interesting ممتع أو شيق، population تعداد السكان يعني عدد السكان، branch يعني فرع، turtle سلحفة، crocodile تمساح، home يعني موطن أو بيت حاجة معينة، أستراليا يعني أستراليا، conjugation of the verbs يعني تصريف الأفعال. احنا طبعا في عندنا حاجة اسمها مضارع وماضي، هنحفظهم دلوقتي لأن في تصريفات تانية وحاجات تانية كتير. خلينا الأول نركز في دول. المضارع يعني حاجة بتحصل دلوقتي، الماضي حاجة خلصت. فهنا travel to يعني يسافر أو ينتقل إلى، عايز أخليها في الماضي أقول سافر أو انتقل إلى بقول traveled to بحط ed. guess يخمن، guessed خمن، try يجرب أو يحاول، tried يعني جرب أو حاول، check يفحص أو يختبر، checked يعني فحص أو اختبر حطيت ال ed، decide يعني يقرر، decided يعني قرر. طبعا لما ملاحظين ان في ed في الآخر. في أفعال تانية الشكل بتاعها بيتغير طبعا زي مثلا know الكي silent، knew know يعني يعرف، يعني knew يعني عرف، do يفعل، did يعني فعل، bring يجلب أو يحضر أو يجيب، brought يعني جلب أو أحضر، think يفكر أو يعتقد، thought يعني اعتقد. بعد كده طبعا في كلمات أو expressions مهمة: the center of the earth يعني مركز الأرض، that sounds like هذا يبدو مثل، come on هيا أو تعالى، let's plus infinitive دي الكلمة دي أو ثلاث حروف دول اختصار لinfinitive يعني المصدر. يعني هنا بيقول إن let's معناها يلا أو هيا المصدر بعدها، هيا نلعب let's play، هيا ننام أو يلا ننام let's sleep، يلا ناكل let's eat، وهكذا. home for يعني مأوى لي أو بيت لي. the whole of Egypt يعني جميع أنحاء مصر. I am not sure يعني مش متأكد. of course بالطبع. how many كم عدد. طبعا بعد كده بيكون في listen and read اسمع واقرا، ده مهم جدا لان بيجيب منه الامتحان في الجمل دي، ونحاول نحفظها على قد ما نقدر ونفهمها كويس. انا بترجم وبقرا الترجمه معاكم علشان خاطر ان احنا نفهم ايه الكلام بيتقال ازاي. let's do the quiz يلا نقوم بالاختبار او نحل الامتحان ده. what is it about بيتكلم عن ايه، what's it about يعني ماذا يكون هو عن. فطبعا بيقول the Nile أو بتقول the Nile عن نهر النيل.
فطبعا الثانية ردت عليها ان دي محادثة بين بنتين بيتكلموا على امتحان وعايزين يحلوه. That sounds very interesting. ده شكله شيق جدا. طبعا ردت وقالت of course بالطبع. The Nile brings life to the whole of Egypt. يعني نهر النيل بيجلب الحياة لكل مصر. No river Nile. لو ما فيش نهر النيل no Egypt. عفوا. يعني هنا دلوقتي لما اجي اقول no river Nile يعني ليس نهر النيل no Egypt ليس مصر. دي بنترجمها إذا لم يكن هناك نهر النيل فليس هناك مصر. Come on let's try. يلا بينا يلا نحاول نجاوب على الأسئلة. Question 1 السؤال الأول. Which sentence is true؟ إيه الجملة اللي بتكون صح؟ Is the Nile the shortest؟ هل نهر النيل the shortest الأقصر the longest الأطول or أو the widest الأوسع river in the world نهر في العالم؟ فطبعا دي ردت وقالت دي معناها انها بتفكر. I don't know انا ما اعرفش. I guess انا اعتقد انا اخمن. It's the longest ان هو الاطول. What do you think؟ What do you think؟ ماذا انت تعتقدي؟ طيب do ملهاش معنى، احنا بنقول عليها auxiliary verb فعل مساعد او helping verb. طبعا ردت وقالت yeah I know both the Amazon and the Nile are very very long. ايوه انا عارفه ان كل من الامازون both يعني كل من نهر الامازون ونهر النيل بيكونوا طوال جدا. Let's choose B. يلا نختار B. Next question السؤال الثاني نشوفه ايه بقى. The Nile is 6670 kilometers long. يعني نهر النيل بيكون 6670 كيلومتر طول. Is it like traveling to the center of the earth؟ traveling to the moon or traveling to Australia؟ هل هذا معناه أو يكون زي السفر إلى مركز الأرض أو السفر إلى القمر أو السفر إلى أستراليا؟ طبعا ردت وقالت maybe traveling to the center of the earth. من المحتمل ممكن يكون السفر إلى مركز الأرض. طبعا ردت وقالت I am not sure أنا مش متأكدة. That sounds like a good guess. بس ده شكله يبدو كأنه تخمين كويس. Number 3 We need to look at the pictures and decide which river is the Nile. عايزين نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى الصور ونقرر أي نهر هو نهر النيل. فطبعا هنا الثانية قالت I think it's C. أنا أعتقد إنها C رقم C. فطبعا الثانية قالت لها why ليه؟ فقالت لها إيه؟ in C في الصورة رقم C you can see the Cairo Tower. بتقدري تشوفي برج القاهرة. كايرو تاور برج القاهرة. So it's clearly in Egypt. لذلك شكله أصلا في مصر. وطبعا هو من الواضح قصدي عفوا it's clearly وطبعا من الواضح إن هو في مصر. Okay last one آخر واحد. How many branches does the Nile have in Egypt؟ كم عدد كم عدد branches الفروع التي نهر النيل عنده في مصر؟ طيب does ملهاش معنى زي ما قلنا في المثال السابق ان do does و did ملهمش معنى في السؤال لان ده بيسميها helping verb. فطبعا هنا التانية قالت I am going to say 3. انا هقول 3. That sounds like a good number. ده شكله رقم كويس. اللي هي البنت التانية اسمها. check on your phone. شوفي كده في التليفون بتاعك. اوكي اها ايوه طبعا. فطبعا هنا اها دي معناها خلاص يعني شافت الإجابة. فبتقول there are 2 branches يعني في فرعين. طبعا دي كانت المحادثة اللي كانت ما بين البنتين بيتكلموا على نهر النيل. بعد كده هنشوف ان شاء الله مع بعض نشوف حل الأسئلة اللي موجودة عندنا. أول سؤال الليسن. لازم أقرأ أسمع المستر كويس وأشوف المستر إيه الكلمة اللي قالها واختارها من تحت. طبعا أول جملة The Nile is the longest river in the world. طبعا أول ما أسمع الكلمة على طول أعلم عليها علشان أبقى مركز مع باقي الأسئلة. The Nile has 2 branches in Egypt. طبعا 2. السؤال الثالث The Nile is very important. أدي طبعا important. السؤال الرابع The Nile brings life to the whole of Egypt. طبعا ده كان السؤال الأول listen لازم أسمع واختار على طول أول ما أسمع.
السؤال اللي بعده choose the correct answer from A, B or C or D. طبعا بقرأ الأسئلة كويس قوي واختار الإجابة الصحيحة. The Nile crocodile يعني تمساح نهر النيل is one of the largest طبعا reptiles اللي هو من الزواحف. Number 2 the Nile is home for different kinds of fish طبعا. Number 3 that's a very high نقط I can't climb it طبعا mountain الجبل عشان ما بقدرش اتسلقه عشان عالي جدا. اللي بعده how many does the Nile have 2 branches طبعا how many branches. ده كان تاني سؤال. بعد كده هنشوف read and complete the text with the words in the box يعني كمل من الكلمات اللي هنا كمل الجمل اللي موجودة. طبعا أول جملة عندنا farmers grow crops near the river. The Nile is the longest river in the world. Longest. It's 6,670 kilometer long يعني 6,670 كيلومتر long طول. That's like traveling to the center of the earth. طبعا الكلمات دي كلها والجمل احنا قريناها فوق وترجمناها. It's a very important for people's life. We must keep the river Nile clean. السؤال اللي بعده لازم اقرا القطعه كويس قوي واحاول اترجم على قد ما اقدر جمله جمله علشان اقدر افهم. طبعا ده بيكون بعد ما بحفظ الكلمات. The Nile is the longest river in the world. The Nile has 2 branches. It brings life to Egypt. There are many people living near the Nile. The Nile is 6,670 kilometers long. That's like traveling to the center of the earth. The Nile is home for different kinds of fish, birds and turtles. The Nile crocodile lives in it. It helps farmers to grow many crops for people to eat. It gives us water to drink, cook and have showers. أول سؤال عندنا سؤال choose. The general idea of the text is بيتكلم عن general idea يعني الفقرة الرئيسية اللي فوق بيتكلم على ايه او الفكرة الرئيسية. طبعا بيتكلم على the Nile. السؤال الثاني the underlined word. underline يعني الكلمة تحتها خط. word near الكلمة تحتها خط اللي هي near دي is the opposite of عكس. opposite يعني عكس. عكس ايه؟ طبعا بتكون عكسها far. far يعني بعيد. شوف السؤال اللي بعده. اول سؤال طبعا في سؤال الرايتنج بالنسبه لنا في القطعه بيكون summarize the text يعني لخص والكلمه دي مهمه جدا. لخص النص في in one sentence في جمله واحده. طبعا في الغالب بيكون اول جمله يعني علشان يسهل علينا شويه نحاول نقول ان هو اول جمله the Nile is the longest river in the world. طبعا لو الواحد فاهم اننا الكلام ده بيتكلم على نهر النيل واهميته يحاول يكتب بتعبيره جمل سهله وبسيطه والموضوع يكون سهل ان شاء الله. يبقى نكتب هنا the Nile طبعا ال N capital. The Nile is the longest river in the world. المهم ان الجملة تكون سهلة وبسيطة ومفهومة. What animals live in the river او in the Nile. ما الحيوانات التي تعيش في نهر النيل؟ طبعا معروف اللي هو كان fish, birds and turtles. طبعا السؤال اللي بعده punctuate the following يعني علامات الترقيم. اول حرف لازم اعمله capital ولو لقيت اسم انسان قدامي معمول باول حرف منه small اعمله capital. يبقى هو كله punctuate يعني علامات الترقيم بحط اول حرف capital ادي W capital. What do you know about the Nile. حتى هنلاحظ ان Nile معمول اول حرف منه capital. وطبعا ده سؤال طالما سؤال بعمل علامة استفهام لان بيبتدي بوات WH. طبعا بعد كده بيطلب مني ان انا اكتب عن نهر النيل. الجمل دي او the Nile الجمل دي مساعدة ليا. فطبعا ادي النص بتاعنا the Nile is the longest river in the world يعني نهر النيل بيكون اطول نهر في العالم. The Nile has 2 branches يعني نهر النيل بيكون ليه فرعين in Egypt في مصر. It's home for different kinds of fish يعني هو بيكون موطن او بيت
أنواع مختلفة من الفيش سمك birds طيور and turtles. وده طبعا كان lesson 1 في أول يونت. إن شاء الله نشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.